هو ليه فعلًا في أكلات ما بتطلعش حلوة غير من إيد الأمهات بس؟ يعني أنا بالنسبة لي الرز والفول لو عِشت عُمر على عُمري ما باعرفش أطلّعه حلو زيّها، مع العلم إن بقى لي 10 سنين متجوّزة وبقى لها 10 سنين كل ما تطبخه تبعته لي، وقتها باركن الأكل اللي أنا طابخاه على جنب وباكل من الأكل اللي هي باعتاه وكإنه الشهد، ومهما عملتِ الوصفة بنفس الطريقة اللي هي باعتاها لِك، لكن لمّا بتعملها بإيدها بيبقى ليها طعم تاني خالص. يا سلام عليكِ يا سِت الحبايب وأنتِ مدلّعاني بطبق السلطة وحتتين اللفت اللي زي السكر دول. أنتم كمان قولوا لي إيه الأكلات اللي مهما اتشقلبتوا ما بتعرفوش تطلّعيها زي اللي مامتِك بتطلّعها. أنا بالنسبة لي الرز والفول والمحشي وصينية البطاطس دي بتبقى في حتّة تانية خالص. حقيقي ربنا يعين كل أم ويعطيها الصحة ويقدّرنا على رَد جزء من جمايلهم علينا. وبعد ما سخّنت الرز والفول، الآن حان وقت التدفئة. باي باي.